بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير الشرير لما وجد الأميرة وردشان توشك أن تفلت من ولده قرمان الأليان، ورأى من الدلائل والشواهد أنها ستتزوج هذا الفتى الغامض بعد أن قدم لها التفاحات الذهبيات، استخار الشيطان وجعل يوسوس للسلطان ويشككه في أمر هذا الفتى إلى أين مضى ومن أين أتى، ولم يزل يثقل عليه ويوسوس إليه حتى أمر السلطان فانتقلوا مع وردشان إلى حيث ينزل ماندو في ضيافته باعتباره خطيب ابنته، فسألوه عن أبيه وأهله وذويه وعشيرته التي تؤويه، فأخبرهم أن والده يحتاج الناس إليه وينادون عليه، وأنه إذا مر بمكان فلا بد أن يصير أجمل مما كان، ففهموا أنه سلطان أو أحد كبار الأعيان، وأكدوا الاتفاق وتم الوفاق. وعندئذ تقدم ماندو إليه وطلب الإفراج عن أخويه، فلما سألوه عنهما وعرفوا اسميهما ظهرت الحقيقة وانكشفت الستارة في اللحظة التي دخلت فيها زمارة وتنبال وراءها والعبيد يمنعونه ويمنعونها، واكتشف الملك في الحال أن هذا الفتى هو ابن الزبال، وكبر الأمر على السلطان ونادى على العبيد والأعوان وفتحت الأبواب وتقدم كبير الحجاج. أمرك يا ملك الرجال. أمر مولاي. اقبضوا على الراجل ده الزبال. أبويا زبال وابن الزبال كمان. تعالوا انتوا. مندو اوعي يا أميرة سيبيهم. مش ممكن تقبضوا عليهم. يقبضوا علينا ليه؟ احنا عملنا ايه؟ لما انت زبال كان لازم تلزم حدك وتشوف لك واحدة على قدك. وهو الزبال مش إنسان زيك؟ ويمكن بيفيد البلد عنك؟ على الأقل بيتعب ويش أكتر منك. اخلص أبويا. عاجبك كده يا مولاي؟ انت تستاهل اللي هيحصل لك. انت نسيت يا مولاي ان احنا في ضيافتك؟ مين اللي قال لك تعملها بعقلك وتيجي تخطب ستك؟ السؤال ده يا مولاي توجهه لنفسك. انا ما جيتش الا بناء على اوامرك. انا لا اعرفك ولا اصل شفتك. انت مش قلت بنفسك اللي يجيب ال3 تفاحات ويقدمهم لك تديله ايد بنتك؟ هو ده عهدك اللي قطعته على نفسك. ايوه لكن زبال ابن زبال ده شيء محال. اسمع يا مولانا، انا ارفض اي اهانه. احنا صحيح ناس زبالين لكن زيكم بني ادمين. انا غلطت اللي صدقتك. الزم حدك. انا كنت فاهم انك عند عهدك ولذلك جبت التفاحات الذهب وجيت لك. ده كلام محدش يقدر يعارضه. برضه واحد ارتبط بعهده وبيطالب بعهدك. انا صحيح عند عهدي وكنت فعلا هدي لك ايد بنتي، لكن انت كدبت عليا وكدبك ده هو اللي وداك في داهيه. انا عمري ما كدبت ولا اعرف الكذب. أنا ابني ما يكذبش. اسكت انت يا راجل ما تتكلمش. لو كنت قلت لي اصلك وفصلك ما كانش يبقى لنا حاجه عندك. كده ما دام جبت اللي طلبناه منك. لكن غشك وكذبك. واذا كنت صارحتك وقلت لك كل حاجه من اول ما قابلتك. ازاي؟ مش انت اللي ابوك لما يمر بمكان يبقى اجمل من مكان؟ وهو ده كذب يا مولاي؟ فعلا ده كلام ينقال. هي دي شغلة الزبال. لا ويقول لك ابويا كل الناس تحتاج له وكل بيت ينده له. هي دي طبيعه شغله. ولما تفهمني انه بيشيل بلاوي الناس. طبعا مش كالناس. يعني ما كذبش علينا مندو. انت كمان بتدافع عنه؟ انت مالكش حاجة عنده ما دام وافى بعهده وجاب لك اللي طلبته. ايه اللي شفته؟ وبعدين يا شهلان اقبضوا عليهم يا اسكت مولاي. انت يا وزير. انت اللي تسكتي يا اميره. انا عارف كل حاجه ومش راضي اجيب سيره. انت عايز تقول ايه؟ انا عارف صلتك بيه وكنت بتتصل بيه كمان مع اني عارف من زمان. ولا تقوليش يا شهلان. انا مش عايزك تزعل يا مولاي السلطان. طيب بس فهميني يا حبيبتي. افهمك ايه يا والدي؟ انت بتحبيه يا بنتي وهو بيحبني. انا ما يهمنيش هو، لكن هو يهمني. انا ابوكي وتهمني مصلحتك. انت عايز ترجع في عهدك، انت عايز تخلف وعدك. انا صحيح قطعت على نفسي عهد وانت لسه صغيره في المهد، لكن يا بنتي وانا متمسكه بالعهود دي. وانا مستعد بس تحسيني الاختيار. وانتم ولا انا اللي هختار؟ ايوه بس يعني مش كل من كان. عندك مثلا ابني ارمان. اسكت انت يا شهلان، انا بكلم وردشان. انتوا مش بتخيروني؟ ايوه وانا اخترت. عايزين ايه تاني؟ يا بنتي يا حبيبتي اسمع يا والدي، ان ما كنتش هتنفذ لي ارادتي
انا هروح المعبد واوهب نفسي. لا لا، استني، لا حول الله يا رب. هو انت كنت دخلت قلبي؟ طب بس ما تبكيش يا بنتي. هو ده نصيبي وبختي. لكن بس يعني انا ما تتكلم يا شهلان. يا مولاي يا مولاي. انت بتسأل الوزير ولا بتسألني؟ يعني ما فيش فايدة منك؟ انت مش عايز تفهمني. طيب انا هنفذ لك رأيك. دي اللي كانت ناقصة علينا. والله خيرنا عملت يا مولانا. والزبالة هي رزالة. ما تنساش ان الزبالة ساعات يلاقوا فيها ذهب يا مولانا. مفيش قوة في الارض تقدر تفرقنا عن بعض. عشان احنا اتخلقنا لبعض. ومفيش حد احسن من حد. اسكت انت يا زمارة. احنا انتهينا. لا لسه يا مولانا. لسه ايه؟ احنا في بيتك وكان لازم تحمينا. احنا شعورنا بالمهانة. يا سيدي حقك علينا. العفو يا مولانا. طيب يلا اتفضلوا معانا. اتفضل يا مولانا. ازاي الكلام ده يا مولانا؟ اعمل ايه يا سلطانة؟ تجوزوها لواحد زبال يا مولانا بنتك هي اللي غصبت علينا. وتسمع كلامها. انت عارفة اني بضعف قدام دموعها. دي بنت عمري وما عنديش غيرها. وهو ده من مقامها. على كل حال المسألة برضو لسه في ايدينا. انت ناس يقولوا ايه علينا. على كل حال الوزير اشار عليا بمشورة يمكن هي اللي تنقذ الاميرة. ازاي؟ انا هبعت اجيب الجدع ده الزبال واطلب منه طلب محال مش هيقدر يجيبه، ونرجع تاني العنب ديبه. المهم ان احنا نتخلص من مندو زي ما تخلصنا من الامير اللي قبله. ازاي؟ هو الوزير قال لي على طريقتين. ايوه. اول طريقة ان اخلي اي حد يقتل مندو. والاميرة؟ ما هو ما فيش حد هيعرف اني قتلته، وطبعا لما يموت الاميرة هتسلاه ومع طول الايام هتنساه. لكن ده شيء كتير. انا بقول لك بس اللي قاله الوزير. وايه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية ادخل. مولاي يا سلطان. في ايه يا مرجان؟ الوزير شهلان. خليه ينتظرني في الديوان، بعدين هقول لك كل حاجة يا سلطانة. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا مولانا. أنا كنت عارف إن مولانا مش هيوافق على الطريقة الأولانية. أيوة، حكاية القتل دي فظيعة وقاسية. يبقى مفيش غير الطريقة التانية. أنا لسه بفكر في الكلام اللي قلتهولي. مفيش يا مولاي غير عنقود اللولي. ولما يجيبهولي هو فيه لولي يبقى عناقيد. واحنا ليه هنروح بعيد؟ هو مش جاب ال3 تفاحات الذهب يا شهلان؟ احنا لسه لغاية دلوقتي معرفناش جابهم ازاي، ومع ذلك دي صدفة، والصدفة ما تتكررش يا ملك الزمان. أصبت يا وزير وأحسنت التفكير. الأمير مندو. السلام والأمان يا ملك الزمان. تعال يا مندو. أهلا وسهلا. أهلا. اتفضل. خير يا مولاي. إن شاء الله خير. شوف يا ابني، أنت دلوقتي جبت نص مهر الأميرة. هو لسه في حاجة تانية يا مولاي؟ أمال؟ أنت جبت التفاحات الذهب، لسه عنقود اللولي. عنقود اللولي؟ أهو لو جبتهولي. لكن يا مولاي ده كلام جديد. هو ده الكلام المفيد. وهو اللولي يبقى عناقيد. هو ده الطلب الوحيد. ولو جبتهولك تبقى الأميرة حلالك. طيب أنا هجيب لك عنقود اللولي وكل اللي قلتهولي. قولوا للأميرة وردشان بيني وبينك أيام وزمان، وكل شيء بأوان. وخرج من أمام السلطان وهو حيران، وظل يسير ولا يدري إلى أين يسير، حتى انتهى به المسير إلى عين الماء، ووجد العجوز السمحاء التي تكلم الماء.
وعندئذ مولاي.